أما بعد فيا أيها المسلمون المؤمنون عباد الله، عندما نقرأ في آي القرآن أجمع ونحن ننظر إلى أعظم أمر بفريضة افترضها الله على العباد وهي الصلاة، نجد أنه في القرآن جميعا ذكر الله سبحانه وتعالى عن الصلاة الأمر بها. ذكر الله سبحانه وتعالى عن الصلاة الأمر بها وفرضيتها وأهميتها، ومدح القائمين بها والآمرين بها، وتحدث عن ثمارها، وحذر سبحانه من تركها وقطعها وتضييعها. لكن في آي القرآن أجمع ما ذكرت آية تتحدث عن عدد الفرائض التي نصليها في اليوم والليل، ولا ذكر في القرآن عدد ركعات كل صلاة نصليها، ولا هناك آية تذكر أركان الصلاة وواجباتها وسننها مرتبة. جعل كل ذلك إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصلاة في القرآن ذكرت إجمالا، وبين هذا الإجمال في سنة رسول الله وفعله صلى الله عليه وسلم، لتعلموا أيها الناس أنه كما يجب عليكم ويلزمكم الإيمان والأخذ بالقرآن، فإنه يجب عليكم ويلزمكم أن تأخذوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقرآن هناك أشياء فيه أجملت، ذكرت إجمالا، وتفصيلها وشرحها وتبيينها ننظر فيه إلى فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقتدي به ونعمل كما عمل، نصلي كما صلى، نصوم كما صام، نحج كما حج صلى الله عليه وسلم. فالقرآن فيه الأمر مجملا، والسنة فيها الأمر مفصلا. القرآن مجمل والسنة مبينة، القرآن أمر والسنة تفسير، القرآن توجيه وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شرح له، حتى لا يأتي أحد يقول أنا أؤمن بالقرآن ولا أصدق السنة. وقد جاءوا والله سبحانه وتعالى يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أمر وفريضة، أعظم فريضة في هذا الدين الصلاة، ما فصلها الله في القرآن وترك تفصيلها للسنة. هل كان الله يجهل؟ والعياذ بالله أن يقال ذلك، أن السنة ستضيع وأن السنة ستضيع بين الناس ولن تنقل ولن يأخذها الحفظة العلماء المتقنون الأمناء ليبلغوها للناس؟ لو كان الله يعلم أن السنة ستضيع لفصل كل شيء في القرآن وجعل تلك التفاصيل فيه، لكن السنة كما يلزمكم أيها الناس أن تؤمنوا بالقرآن يلزمكم أن تأخذوا بها في أعظم فريضة جعل الله الأمر فيها مجملا وفي السنة مفصلا. ولأننا اليوم في 27 من شهر رجب الذي يذكر بعض أهل السير أنه التاريخ الذي يوافق حادثة الإسراء والمعراج، أجدها فرصة لأتحدث عن ملازمة السنة للقرآن ولزوم الأخذ بالسنة كما نؤمن ونأخذ بالقرآن، وعظيم فرضية الصلاة في ديننا. حادثة الإسراء والمعراج أيها المسلمون عباد الله معجزة بكل المعايير. يسرى برسول الله فيها من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى،
ويعرج به من المسجد الأقصى إلى سدرة المنتهى، ويرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في السماوات وما في الملأ الأعلى، ويكلمه الله عز وجل من غير ترجمان وهو في سدرة المنتهى. إنها معجزة بكل المعايير. كلما عادت لنا ذكرى حادثة الإسراء والمعراج فإنها تقول لنا تفاصيل الحادثة في السنة لا في القرآن. القرآن ذكرت حادثة الإسراء في آية: سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، وذكر شيء منها في سورة النجم. أما تفاصيلها فهي في السنة، كما آمنتم بتلك المعجزة العظيمة الإسراء والمعراج من كتاب الله إجمالا، فنحن نؤمن بما جرى في تفاصيلها التي ذكرت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسنة مبينة لما في القرآن. لازم على الناس أن يأخذوا بسنة رسول الله، وقد سخر الله عز وجل لهذه السنة من يحفظها. كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يروون لنا حتى حينما يبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركوا فعلا ولا حالا ولا أمرا، ليلا ولا نهارا، حربا ولا سلما، بيتا ولا أسرة ولا مسجدا ولا مجتمعا، إلا رووه عن رسول الله بالدقة. لذلك طبقة الصحابة كلهم عدول. ثم سخر الله بعدهم من جاء من الحفظة المتقنين الذين يطبقون حديث رسول الله ويحفظونه، بل وأسسوا له علم الحديث والمصطلح والجرح والتعديل كلها لحفظ سنة رسول الله ألا تضيع. فإنها كلما جاءت حادثة الإسراء والمعراج قالت هذه السنة فصلت لكم كل شيء. فكما تؤمنون بالقرآن يلزمكم أن تؤمنوا بسنة رسول الله. كلما عادت رحلة الإسراء والمعراج وذكراها فإنها تقول لنا أعظم فريضة في دينكم الصلاة، وصيغتها النهائية فرضت في السماء 5 صلوات، 50 صلاة خففت إلى 5 صلوات في اليوم والليلة. كل الفرائض فرضت على رسول الله وهو في الأرض عبر الواسطة جبريل عليه السلام، إلا الصلاة شرعت بصيغتها النهائية في السماء وبدون واسطة، كلم الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم من غير وساطة ولا ترجمان. إنها أعظم فريضة في ديننا. كلما جاءت حادثة الإسراء والمعراج قالت هذا أعظم ما في دينكم. أعظم شيء في الدين الصلاة، ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلحت صلح سائر العمل، وإذا فسدت فسد سائر العمل. الصلاة أعظم شيء في ديننا، فهي عمود هذا الدين. الصلاة عمود هذا الدين كما حدث النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا لو أضاع الناس الصلاة وهي أعظم ما في هذا الدين؟ عودوا للقرآن وانظروا كيف تحدث عن الصلاة في بعض نصوصه. إن الله سبحانه وتعالى يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فإذا ضيعت سيستفحل في الناس الفحش. إذا ضيعت الصلاة ستكون المجتمعات فاسدة فحشا ومنكر. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. إنها معادلة واضحة. بقدر ما تضيع الصلاة ينسكب الناس إلى الشهوات والأهواء والفساد والفحش والمنكر. فأقيموا الصلاة لتسلموا من ذلك. ماذا لو ضيعت الصلاة وتكاسل الناس عنها؟ الله لما ذم المنافقين قال إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. فماذا لو قطعت؟ ماذا لو قطع الناس الصلاة؟ هذا في القرآن نص عليه أنه الإجرام.
الذي لا جزاء له إلا النار. في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. ماذا قالوا؟ ما الذي أوصلكم إلى النار، إلى هذا المستقر الجحيم الجهنمي الحار الحميم الذي تصلون؟ ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. إذا تركت الصلاة ليس هناك جزاء إلا النار، لأن هذا إجرام أعظم إثم يرتكبه الواحد منا أن يضيع صلاته. ومن المؤسف، والله من المؤسف، أن الذين يحضرون في المساجد أقل بكثير من الذين هم خارج المساجد، ولكن الذين خارج كثير منهم كذلك يصلي. لكن من المؤسف جدا أن تأتي الصلاة ويؤذن المؤذن وتقام الصلاة والعامل في عمله واللاهي في لهوه والتاجر في تجارته والنائم في نومه، لا يقوم واحد من هؤلاء لصلاته ويقطع هذا العمل لأجل الصلاة إلا من رحم الله. والله إنه لمؤسف جدا. إذا كنت تعلم أن أعظم شيء أمرك الله به في فرائض الصلاة وتضيعها، ألا نخاف من الله؟ إذا أمرنا الناس سنتودد لهم، إذا فرض الناس علينا شيء سنخاف من رقابتهم. الله أعظم أمر يفرضه الصلاة وتضيع. من فسدت صلاته فسد عليه كل شيء في هذه الحياة، بل وأعظم من ذلك تفسد عليه آخرته. اللهم إنا نسألك أن تملأ قلوبنا إيمانا بك وبكتابك وبسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وأن تجعلنا ممن يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ولا يفرط في ذلك أبدا. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أيها المسلمون عباد الله، إذا ضيعت الصلاة انطفأ النور، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة نور. فلو ضيع الناس الصلاة سيعيشون في ظلام يتخبطون فيه. الصلاة تجعل الواحد منا يتوضأ، والوضوء كفارة للذنوب. الصلاة تجعل الواحد منا يتوجه إلى الله، والتوجه إلى الله خضوع واستسلام. الصلاة تجعل الواحد منا يركع ويسجد ويدعو، فإذا كان يصلي سيستحي من الله، قبل قليل يعصيه. فإذا جاء في الصلاة تعلمه الحياء. إن هذا الذي تناديه وتناجيه وتطلب منه كف عن معصيته. الصلاة تعلم الإنسان العودة إلى الله، فإذا قطعت كيف سيعود الإنسان؟ انطفأ النور ويعيش في ظلام. الصلاة تجعل الواحد منا مرتبطا بالله سبحانه وتعالى، وما سميت صلاة إلا لأنها اتصال بالله عز وجل. ثم أيها المسلمون عباد الله، إن من يمعن النظر في حادثة الإسراء والمعراج فإنها ابتدأت من مسجد ثم إلى مسجد، ثم انطلقت من المسجد إلى سدرة المنتهى، وجاء الأمر فيها بما يقيم المساجد. إنها رحلة روحها المساجد والصلاة وإعمارها. إنها رحلة تقول لنا أعظم مقدساتكم المساجد والصلاة التي تقام فيها. فإذا رأيتم الناس يقيمون صلاتهم ويقدسون ويعظمون شعائر الله المساجد فليبشروا بالخير. أعظم الأجور في هذا الدين ارتبطت بالمسجد. أكثر الفضائل في أعمالنا مربوطة بالمسجد.
المسجد فيه الوعظ والإرشاد والعلم والقرآن والصلاة ومضاعفة الدرجات والصف الأول وتكبيرة الإحرام والخطى إلى المساجد والمكث في المسجد والدعاء بين الآذانين والآذان فضل عظيم كثير من الأجور مربوطة بالمسجد ومربوطة بالصلاة. فمن أقام ذلك أقام الله له الصلاح في هذه الدنيا وفي الآخرة. لكن إذا انحرفت البوصلة ورأيتم الناس يقطعون صلاتهم ويقدسون الأشياء أكثر من مساجدهم فإننا في خطر ومؤشر خطير. بل قد يصل الحال إذا فسدت أنفس الناس فإنهم يصلون إلى الحرب على المساجد والتضييق على المساجد وكره أصحاب المساجد. إذا وصلنا لهذه المرحلة فإن هذا من أعظم الظلم الذي حذر الله صاحبه بالعذاب العظيم. ومن أظلم منه ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. الخزي في الدنيا والعذاب العظيم في الآخرة لمن تهاون في صلاته أو تهاون في شعيرة المسجد أو ظلم أهل المساجد أو ضيق في شؤون المساجد. هذا جزاؤه بنص صريح القرآن. ألا فيا أيها المسلمون عباد الله كلما عادت بكم ذكر الإسراء وكلما عادت بكم ذكر الإسراء والمعراج فإنها تعلمنا أن القرآن لازم للسنة والسنة لازمة للقرآن، وأن أعظم شيء في ديننا أمرنا به الصلاة حيث شرعت في السماء من غير واسطة، وأن أعظم ظلم نقع فيه وإجرام أن نفرط في الصلاة أو أن تضعف قدسية المساجد في قلوبنا. ولا تنسوا المساجد أن تذكروا المسجد الأقصى. كلما عادت عليكم ذكرى رحلة الإسراء والمعراج فإن الأقصى مسجد للمسلمين، قدسية عظيمة، قضية أولى، من تساهل عنها أو نسيها حوسب عند الله. علموا أبناءكم وجيلكم أنه محتل ويجب أن يحرر من براثن الظلم وأيادي الصهاينة المحتلين. ولا تنسوا ذلك مع كل ذكرى لحادثة الإسراء والمعراج وأكثر من ذلك. واعلموا أنكم اليوم تعملون وغدا أمام الله تحاسبون. صلوا وسلموا على من أمر الله بالصلاة والسلام عليه قائلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا